واكتشفت كثير من كذبه هذا مع الأسف، هو وعبد الرحمن الدمشقية، واكتشفت أنه محكوم عليه في الكويت بتهمة جنايات 2 سنين، وهذا بيان من الإمارة بالكويت. مع الأسف الشديد نحن هؤلاء يمثلون السنة. أين القرضاوي؟ أين أمثال الشيخ محمد الغزالي؟ أين علماء الأزهر الشريف؟ هذا يمثلكم؟ إنا لله وإنا، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان كذاب يمثلكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الدقيقة اللي تصبح عندك 10 دقائق. نعم. تجيب فيها على مصحف فاطمة. أنه بعد بس هذه، أنه ادعى الأخ عبد الرحمن الدمشقية والذي سمعت بأنه مطرود من الأزهر. كيف يمثل السنة وهو مطرود من الأزهر لأسباب لا أريد أن أتكلم بها لأني لا أدعي ما لا أعلم. هذا أقرأ الحكم. أيوة. اقرأ الحكم. صدر الحكم الآتي من محكمة جنايات الكويت الرقم 3650 بسنة 1994 على 219. هذا الحكم ضد عبد المنتصر البلوشي. أصدرت المحكمة حكما غيابيا. خلاص يكفي. راح اجيب، ما ادري انا حيجيني النص الان، يجينا واحنا في النص هذا كتبته على التليفون. النص سوف ياتي وانا بالمناظره ان شاء الله. خلاص انا يكفيني. نعم. انا يكفيني. قبل ان نبدا، بما انه انا متهم، اسمعوا هذا الكلام الذي هو كان شاهدا فيه ايضا، كان جالسا. عندي سؤال عن احد الاخوان بعد اياه بالبرايفت، بس انقل لو سمحت الدكتور. يقول السلام عليكم، لو سمحتم ممكن توصل هذا الكلام للدكتور ابو زهراء، بما ان البلوشي الحيوان العفو اوكي يستنكر التقية على الشيعة، هل له ان يسأل البلوشي ان كان من جماعة بن لادن او لا؟ لنرى هل هو ان كان يستخدم التقية ويكذب، ام انه سيقول انه من اتباع بن لادن، وبالتالي الامريكان راح يقتلونه ومخلصون بعض. كلامي وين حضوري وين؟ كلامي وين حضوري وين؟ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف المبتلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على قرة عيننا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كنت أود هذه الجلسة بدل التهريج تصبح جلسة علمية بدل اتهامات وافتراءات. وثانيا أسفني جدا ما سمعته بالدكتور تيجاني، ومنذ زمن أنا أحب أجتمع به، ربما لأني أنا أحب بتربية المحققون، أهل البحث، أهل التحقيق، حتى من المسلمين الذين تنصروا أحب أجتمع بهم، ولكن رأيت فيه التهريج واللاموضوعية، حيث هو آخر أيضا حول الجلسة إلى مأتم مع الأسف. الآن أنا أجي وأناقش قصة حكم بالكويت. أنا بأمري لم أرى الكويت أولا، وهذا لو كان له عقل هذا اسمه عبد المنتصر البلوشي. أيها العربي في كلماتك تخطئ كثيرا، ألا تفرق بين عبد المنتصر وأبو منتصر؟ وأيها الجاهل المركب، أبو المنتصر ليس اسما، أبو المنتصر كنيا بدون تهريج. أبو المنتصر كنيا، أبو منتصر كنيا. أنا ابني اسمه منتصر. التزم بحدود أدب المناظرة. ابنه منتصر. أقول التزم بحدود أدب المناظرة. رأيته أنا ليس بجديد. أقول هذب لسانك، اترك أخلاق يزيد. أبو المنتصر أقول اترك أخلاق يزيد وتكلم. ومن كان عنده الكتاب والسنة فيتكلم بالدليل، ليس بحاجة إلى التهريج. إذا يا أيها المشاهدون، عبد المنتصر البلوشي غير أبو منتصر. وثانيا أنا اسمي عبد الرحيم أيها الجاهل. لا، عبد الرحيم بآداب المناظرة. ولا زاد ابن عبد الله البلوشي. عليكم من الله ما تستحقون. شربتم من لبن المجلس حيث يقول لكم افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، كما ينقل عن الإمام السجاد وهو بريء، هو الصادق وهو البريء منهم. إذن لم نرى مذهبا أخذ من الدين
والافتراء والكذب تقربا إلى الله إلا الرافضة وقبلهم اليهود. الرجل يأتي بافتراء. أنا رأيت هذا بالزمن منذ سنتين، مخابرات إيرانية تداولها، وأسوأ من هذا رأيت في قناة الجزيرة. أنا أربط ساعتي هكذا بيدي هكذا، يقول شوف البلوشي مباشرة يشم وزو سوري، بلوشي يشم هيروين. ولكن هذه التفاهات أحقر منها نأخذ وقت. نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ نعود إلى أصل الموضوع. حس الخامنئي هو يعرف. تأدب. لا تتطرق إلى إمام قاد ثورة إسلامية ضد السيادة الأمريكان وسيادة الإسرائيليين وحطمهم. سيد الخامنئي إمام شريف رفع راية الإسلام، ورفع راية الإسلام ضد الإسرائيلية السيادة وضد أمريكا السيادة. الذين صنعوك وأسيادك ليحاربوا الاتحاد السوفيتي نيابة عنهم، ثم قمعوك وضربوك لأنه من أعان ظالما سلطه الله عليه.